بصوا الخرفشه، سامعين اهو خرفشه اهو، طعمه تحفه تحفه. بصوا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل بسكوت كله بقى تكات وحركات وحبشتكنات. خليكم معايا وشوفوا الفيديو لحد الاخر، هيعجبكم جدا جدا جدا. بصوا بقى كده، صلوا على النبي وقولوا ايه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هنحط اول حاجه، انا النهارده هقول لكم الاول المقادير وبعد كده ايه نشتغل مع بعض خطوه خطوه. انا النهارده عندي ايه، عندي 2 كيلو دقيق. تمام. هحط عليه قد ايه سمنه، هحط 2 كيلو دقيق بياخد كيلو الا ربع ايدام، ايا كان بقى نوع الايدام بتاعك، اي حاجه. سمنه بلدي عندك، سمنه جنه، اي نوع سمنه من الشركات حطيها هيمشي معاكي كل الايدام. خلاص. هنحط 2 بيكنج باودر، هنحط فانيليا، هنحطه 8 بيضات. انا بتكلم على 2 كيلو يا جماعه، 2 كيلو دقيق. تمام. اما انت لو هتعملي بقى مقدار كيلو واحد بس، هتحطي الكيلو بياخد 4 بيضات، باكو بيكنج باودر، باكو فانيليا، جوز هند، هتحطي كوبايه واحده. طبعا انا هنا همشي معاكم خطوه بخطوه وهتعرفوا ال 2 كيلو دي ماشيين مع بعض ازاي. يلا بينا نبدا، يلا بينا. هنحط هنا الايدام اول حاجه. طبعا يا جماعه اللي هيسالني هنا ويقول لي الدقيق ده ايه ده ايه ده، هقول لكم الدقيق ده كان مطرح يارا كانت عايزه تحط الدقيق كله على الكروانه، قلت لها لا احنا لسه هنبدا الاول نحط الدقيق والسكر وبعد كده السمنه. دقيق ايه، السمنه والسكر. خلاص. بس هنحط هنا الايه الايدام بتاعنا. طبعا انا بقول 2 كيلو دقيق هياخد كيلو الا ربع 750 جرام سمنه. تمام. تمام كده. بس الكيلو الا ربع اقدام ده تطلع معاكي البسكوته كده حلوه كده، تحسي انها ناعمه كده مش مخشبه ومعضمه. ماشي. هنحطه ايه، نجيبه بقى السكر بتاعنا. هنحطه كيلو سكر، كيلو بحاله، سنترفيش عادي مش مطحون ولا اي حاجه. بس نمسك بقى كده كل الكلام الجميل ده ونربه بقى الربه دي ونقوله ايه، بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. بصوا بقى، هرب بقى سمنه وسكر كده بس مع بعض. بصوا بادئه ازاي اهي. بص بقى بعد ما كانت ايه مرمله، احنا كده خلصنا اهو ضربه اهو. خلاص. هنيجي نحط هنا ايه 8 بيضات عليهم باكوين فانيليا. خلاص. بس انزل ده. بصوا احنا هنا كده عملنا بقى ايه اهو، حطينا ال8 بيضات وباكوين فانيليا برتقال. الفانيليا ديت الفانيليا انا رميت الورقه، فانيليا برتقال. خلاص. ونضرب بقى كل ده كده ان شاء الله كده مع بعض برضو زي ما احنا ضرب زي ما احنا. بص بقى، بص منظر الخليط عامل ازاي، منظره يعني حاجه كده ايه تتحدث عن نفسها. بص احنا هنا اهو، بص وصلناها ايه، وصلناها كده اهي، بيض وسكر وسمنه وفانيليا وصلت لكده. خلاص. هنحط عليها كام، كوبايتين جوز الهند.
اهو. خلاص على 2 كيلو دقيق، كوبايتين جوز الهند. تمام. انا هنا عندي جوز الهند ده ناعم قوي قوي، فانا ايه ما بحبش الناعم قوي ده، رحت جايبه عليه حبه كمان اللي هو ايه خشنين شويه، خشنين شويه بس. جوز الهند اهو، ونقلب. بس ناقص لنا ايه في المكونات بتاعتنا؟ البيكنج باودر هيتحط مع الدقيق. كده احنا كده خلصنا خلاص. جوز الهند ما احناش عايزينه، هندخل الدقيق بقى شويه شويه. خلاص هنحط حبه دقيق. معلش عفرنا عليكم، معلش سامحوني، معلش. يلا هنحط حبه نص الكميه، ونقلب كله مع بعضه، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بارك، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط ايه؟ بيكنج باودر. باكوين بيكنج باودر. خلاص بس نقلب كده كله مع بعضه. ناقص لنا العصير الفروتي، بس ده مش هيتحمى غير لما ايه بقى، مش هنحطوه غير لما نلم العجينه الاول ونشوف كفايه العجين لحد فين. يعني هل الدقيق كله ولا هنحتاج كمان عليه دقيق لحد بس ما نلموا العجينه كده. طبعا لو في عجان بقى بيبقى الموضوع اسهل بكتير. هنحط شويه دقيق، وهو برضه اعفر عليكم تاني. نحط شويه دقيق، نقلب. العجينه بتبتدي تلم معايا، ده غير ان هي لسه كمان هتاخد كمان عصير فروتشي برتقان، عشان انا حاطه لها فانيليا برتقان. طبعا تقولي لي بقى ايه يا ساره انت حاطه بيض وحاطه برتقان، ينفع ده كله وجوز الهند كل ده كده مع بعض؟ والله كله مع بعضه، اقسم بالله هتاكلوا بسكوته ما اكلتوهاش قبل كده. بص اهوت كده احنا ايه وصلنا للدرجه دي. هنعمل ايه؟ نحط كده رشار العصير بتاعنا اهو. بس لما نعوز هنحطه، هنكمل بيه. خلاص نظبط بقى بيه ده العجينه، العصير ده نظبط بيه العجينه اللي هو البرتقال. نحط رشه هنا. انتوا عارفين الحاجه دي بتبقى عايزه ضبط حساس، مش اي حاجه. انت لو بتعجني حبه عيش اسهل من اللي احنا بنعمله ده. اللي احنا بنعمله ده بيبقى عايز ضبط، حاجه بتبقى واخده منك حاجه على الشعره، لازم تظبطيها ولازم تحسيها ان هي عجينه خلاص كده، مش محتاجه منك اي تعديلات ولا اي حاجه. نفضل بقى نظبط كده فيها. بصوا ايه، تفضلي كده تقلبي فيها وتعجني فيها لحد ما بصي تحسي ان هي كلها فصلت عن الكروانه اهي. بصي فاصله ازاي. خلاص كده احنا خلصنا العجن بتاعها. الابيض اللي فيها ده جوز الهند. بصوا بقى هنا عامله ازاي اهي. هاتي واحده اكبر. هاتي واحده ايه؟ عجينه اكبر مش باينه كده اهي. بصي عامله ازاي اهي، فاصله عن ايدي اهي. في ايدي حاجه خلاص، انا عايزه اوصل معاها كده. بس كده العجينه اتظبطت معايا وخلاص، والحمد لله رب العالمين. نجربها بقى فين؟ في المكنه. طبعا كل ده ومحدش يستغرب ان انا حاطه بيض، حاطه جوز الهند، حاطه برتقان، حاطه الحاجات دي كلها. والله العظيم هتاكلي بسكوته ما اكلتهاش قبل كده. عايزه اقول لكم خرفشه، طعم، فيها البيض وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا، فيها كل حاجه. فدوقي الاول
وبعد كده علقي بقى، وانا عايزه تعليقاتكم، وعايزه تبعتوا لي تقولي لي البسكوت ده وحش ولا حلو. انا نفسي اعرف بس هو عجبكم ولا لا. ابعتوا لي وقولوا لي. بس والله العظيم بسكوت هتاكلوها من الاخر. بص احنا عملنا هنا ايه، حطينا البسكوت في قلب المكنه اهوت، وربطنا المكنه عادي. خلاص هنبتدي بقى ايه نحطه. يلا استني كده، يلا حطي ابدأي من اول جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اهو نقطع كده ونرصه مره واحده. يلا اللهم صل على النبي. كده هي عايزة عجين. بصوا يلا احنا هنا ايه نعمل كده، هنخبز دول ونجربهم ونشوف السكر بتاعهم متظبطين، هنتوكل على الله وزي الفل هنعملهم. ها يلا يلا اهو. بصوا من المكنه على الصينيه اسهل حاجه، اسهل بسكوت تاكليه، اسهل بسكوت تعمليه كده. يلا اهو من المكنه على الصينيه. احنا عايزين، احنا كده بنعمل الصينيه دي ايه كتجربه، هنجربها ونشوف السكر نشوف الطعم كده اهو. عايزه افهمك على حاجه، الخبيز في الصواني الالومنيوم اللي زي دي اسهل حاجه واحسن حاجه واضمن حاجه في الخبيز بصراحه. عايزه تخبزي وانتي مرتاحه، الالومنيوم يعني توزيع الحراره بتاعها ممتاز واريح بكتير من الصواني اللي هي ايه التانية. عايزه حتى كمان في عمايل الكيك هي احلى حاجه، الالومنيوم احلى حاجه. خلاص احنا دي هنجربها. بصوا بقى، بصوا الجمال، اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ايه رايكم نجرب كده ونشوف؟ بصوا بقى هنا كده، بصوا بعد ما ايه جربنا الصينيه دي وخبزناها، بصوا الخبيز عامل ازاي اهو. بصوا الظهر اهو، بصوا جربناها لقيناها بسم الله ما شاء الله. خلي بالكم بقى ايه، اول ما تطلع الصينيه بسرعه كده تروحي حكاها كده بالسكينه، اول ما تطلع هتبقى معاكي طريه، لكن لو سبتيها هتنشف منك وتروح قافشه كده في الصينيه وما تبقاش عايزه تتحرك. ليه؟ هو نوع البسكوت ده كده عشان فيه طبعا بيض وزي ما قلت لك جوز الهند، واحنا حاطين كل الحاجه فاهماني، فده ايه لازم يطلع في ساعتها كده، لان الحاجه دي وقدامها كله بيقفش في الصينيه، فانت تروحي مطلعاه في ساعتها هيبقى بالمنظر ده. انا حكيته كله بالسكينه وهو سخن طالع لسه من الفرن. بصوا المنظر اهو تحفه وزي الفل. خلاص هنخلص بقى كله واوريكم احنا في الاخر عملنا ايه. الصينيه اهي طالعه من الفرن دلوقتي، بعملها معاكم علشان خاطر لو انتوا سبتوها وقفشت في قلب الصينيه ممكن تتكسر، هتقولوا ايه لا ده هي عاملاها بصي بتتكسر مننا وبتترتب. لا طلعيها من الفرن في ساعتها اهو. انا حبيت اعملها معاكم علشان تبقى قدام عينيكم اهي، طالعه من الفرن وانا اهو بطلعها قدام عينيكم. بصوا تمام اهي كل دي كده اهي. بصي ناشفه اهي، وانا بطلعها معاكم بالسياسه بالسكينه بطرف السكينه عشان هي بس البسكوت ايه بيلزق في وما تدهنيش الصينيه لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، ما بتدهنش الصينيه، بتدهنش. انت طبعا انت عارفه ان البسكوت واخد ايديه. خلاص طلعته اهو كله اهو وسليم وزي الفل. بصي اهو زي الفل. ايه رايك؟ خلاص بترصيه شويه بيهدى كده. بصي بقى احنا كده ايه، استني بس هوريك الطريقه اللي احنا ايه بنخزن بيها. استني بصي احنا هنا بنجيب كرتونه اهي، جبت كرتونه بحط فيها الكيس، حطي فيه كيس كده عشان هو المفروض بيتخزن كده في كيس كده، وتروحي بعد ما تخلصي كل ده بترصيه. طبعا ده بيبرد، بترصيه كده زي ما انا رصاه بالطريقه دي كده. خلاص بخلص ده بيبرد وارصه واروح مقفله الكرتونه وجايباه. وكل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم بقى بصراحه، بصوا الخرفشه، سامعين اهو خرفشه اهو، طعمه تحفه تحفه. بصوا ما شاء الله عليه، اللهم صل على النبي، زي الفل. اقسم بالله بسكوته ملهاش حل، والله العظيم ما ليها حل، طعم وريحه تستاهل عالي. طبعا انت عامله لها غذاء جامد قوي، حاطه جوز الهند، حاطين فروتشي برتقال، حاطين جوز الهند وحاطين بيض وفانيليا وبيكنج باودر، غذاء فاهماني زي الفل والله العظيم، طعمها تحفه وسكرها
مظبوط جدا. يعني ال2 كيلو اخد معاكي كيس سكر بالظبط زي الفل. عايزه اقول لكم والله العظيم بسكوته جميله جميله جميله، جربوها ومش هتندموا. بصوا خبيزها عامل ازاي، بألف هنا وألف شفا. والله بسكوته والله طعمها مش قادره. جربوا وانتوا هتعرفوا. بص عامل يهدى بس منك كده. حتى بصي خبيز جميل ازاي، بصي ذهبي، لونه ذهبي. بألف هنا وألف شفا على صحتكم وعافيتكم، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا ان شاء الله يجعله عيد سعيد عليكم. وجربوه ومش هتندموا. عايزه رايكم في الكومنتات، تقولوا لي جربتوه وعملتوا فيه ايه. بسكوت زي العسل بجوز الهند والبيض ودقيق وسمنه وسكر. جربوا ومش هتندموا عليه. خلاص، بألف هنا وألف شفا، وربنا ان شاء الله يجعله عيد سعيد عليكم. ان شاء الله اشوفكم باذن الله في فيديو جديد.